عشان تقول اخش الموضوع. بارك الله فيك يا اخي. دي قضيه الان، دي قضيه، ده موضوع ذاته. كونه يجوا ناس يمنعوا الكلام في المساجد، دي ظاهره خطيره. والكلام ده احنا ما عندنا غرض، يعني انا ما عندي غرض عشان اجي مسجد يقول لي ما اتكلم. يا اخي الشحات بيخلوه يجي يتكلم، شحات يغش الناس وياكل قروشهم يخلوه يتكلم. انا قلت للناس اعبدوا الله واتركوا عباده غير الله. في موضوع تاني، سبيت زول، شتمت زول، تعال قول لي والله انت سبيت زول، امشي افتح فيني بلاغ. مثلا المسجد الفاتحين بلاغ، ومشينا ولقينا البلاغ ما عنده قيمه، ما عنده قيمه. اتكلمت في المسجد، اتكلم المسجد ومن حقي اتكلم. ها تعال قول كلامك، تعال قول كلامك. بالاخص كلامك كويس، ما عندك كلمه غلط، لكن في ناس غيركم بيشرعوا تشريع غلط. طيب يا جماعه، كلامنا اختلافي في الغلط. طيب طيب يا شيخنا، الان خلي بالك، خلي بالك الان الزول خلي بالك الزول الصلى ده الان قال لي انت بالذات مانع انك تتكلم، وقبل كده الامام قال لي انت بالذات ممنوع تتكلم. طيب انا خلي بالك، خلي بالك اعرج ده شنو؟ اعرج ده شنو؟ لا تمسك فقير، لا تمسك بعيد. فقير؟ لا فقير لا بعيد. فقير ده شنو يعني؟ في فقير مع الله؟ ما انت ما تلف وتدور. في فقير يعبد مع الله؟ ده لف ودوران؟ ما ده لف ودوران يا زول. انت عندك فقير يعبد مع الله؟ انا كلامي معاك تتكلم مع الله والرسول. قال الله وقال فيها ذاته، الله قال الله دي فيها ناس، اسمعني، قال الله دي ذاته، الله ذكر في ناس قال ما يعبدون معي، نذكرهم ولا ما نذكرهم؟ ما تتكلم شخص معين، ما تجيب شخص زي شنو يعني؟ ما تتكلم. طيب ربنا ذكر ود، خلي بالك، خلي بالك رب أسينا يا جاخل لسادي شنو يا جماعة؟ خلوا بالكم يا جماعة، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يلا أحدا دي اشرحوا عليك ولا ما يشرحوا عليك؟ اسكت اسكت يا جماعة، يا جماعة خلوا بالكم، خلوا بالكم. كتابي كذا القرآن ده، القرآن ده كتابي، القرآن ده كتابي، القرآن ده كتابي يا جماعة. خلوا بالكم، خلوا بالكم يا جماعة. والله نحن لسه عدي للأسف، نحن لسه للأسف بقت عقولنا تعبانة. كيف يا أخي؟ أنت زول قال غلط، زول قال غلط بتخليه؟ تعال رد عليه. أنت خلي زول يقول كلامه، تمام؟ أنا هسه عندي مسجد، أنا إمام مسجد وخطيب مسجد، ومسجد كبير وفي منطقة قريبة للعاصمة، يعني قريبة للعاصمة، ما بعيدة زي الجبل، نحن قريبين للعاصمة منكم. أنا مسجدي الآن مفتوح، الشيطان جيبه خليه يتكلم، الشيطان خليه يجي يتكلم، ما بنمنعه، بنخليه يقول كلامه كله. قال حق نقول له كلامك ده حق يا إبليس، قال باطل بنرد عليه، تمام؟ في ناس الآن لأنه ما عندهم علم وعارفين الكلام ده حق لكن ما دارين يمنعوه. أنا بقول للجنة تعال واحد يتحمل مسؤولية، والله والله الذي لا إله إلا هو لو مشيت من هنا وجيت تاني راجع لموني ما بجيك أنا ولا فاضي لك. أنا بمشي مساجد بقول الكلام الواضح، إذا الناس اللجنة يقول لي ما تجي يقول لهم جزاكم الله خير، والله وفرتوا عليه مشوار، وفرتوا عليه مشوار. تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، اللي بيتحملها يجي يتحملها. أي زول في اللجنة الآن بيتحملها، أنا والله لا بلاويك ولا بشكلك ولا بضربك ولا بجي غصبا عنك اتكلم، تعال بس اتحملها. قول لي والله أنا بتحمل الأمر أمام الله عز وجل، والله أحملك ليها، وتاني كان دفعت لي قروش ما بجيك. ليه؟ لأنه المساجد كثيرة يا جماعة. الآن احنا أمامنا مسؤولية ندعو السودان ده كله، مش السودان وأفريقيا والعالم كله، والزمن قصير ما بيكفينا. فنحن لما يجوا ناس يقفوا قدامنا ما تتكلموا، ممنوع الكلام، جزاكم الله خير، اتحملوا وزركم امام الله. مشينا مسجد العباد عندنا فيه درس سنه كامله، جاء واحد قال انا بتحملها امام الله، حملنا له، والله لا شاكلناهم ولا كلمناهم فارق ولا اسئنا لهم، ولا هسه ناس العباد كان قالوا تعالوا نقول لهم والله ما فاضي لكم، نحن اتحملوا اما جو قالوا تعالوا قلنا ما جاينكم. هسه ناس جامع الكبير من منكم يتحمل المسؤوليه؟ يجي يتحمل المسؤولية، تحمل انت؟ تحمل المسؤولية مع الله عز وجل؟ ها؟ ده في اللجنة؟
ده ما في اللجنة خلاص. مسؤوليتك مرفوضة. ده ما من ناس الجبل ذاته خلاص. انت مسؤوليتك ساقطة. مسؤوليتك ساقطة. انت ما دار الحق بس. ده ما دار الحق ده. ايوه. طيب خلي بالكم يا جماعة. خلي بالكم. خلي بالكم. اطلعوا برا يا جماعة. نحن دارين زول من اللجنة. زول من اللجنة. الزول ده ما من اللجنة ولا من الجبل ذاته. طيب خلي بالكم يا جماعة. يا جماعة الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. اثنين، ولا حق ولا باطل، في النص ما في. يا جماعة ماذا بعد الحق إلا الضلال. الناس اليوم ما دارين الحق. ربنا يقول لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فخلي بالك يا إخوان. الله عز وجل يقول لقد جئناهم بالحق، وده عام في كثير من الناس، إنه كثير من الناس ما داري الحق، مع إنه الناس اليوم وعت الحمد لله. كون يكون عدد زي ده قاعد في المسجد ودار يستفيد ودار يتعلم، ده شيء ما سهل. أنا جيت هنا المسجد ده مرة صليت لقيت دروس والله حضور 4 و5 بس. ليه؟ الناس بيقوا يميزوا يا جماعة. فبارك الله فيك. الله عز وجل يقول لقد جئناهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. وربنا أعلم بالناس. أكثر الناس ما دارين الحق. لو قلت له الله وفلان يقول لك أيوة ده الكلام. ما في ناس بيجوا هنا بيقولوا الله وفلان ومبسوطين منهم. الناس بيجيبوا لهم المايك والترابيزة بيقولوا لهم الله وفلان. وربنا يقول خلي بالك، قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله عارفهم. وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ما دارين الله براو، لكن الله وشيخ فلان هاي يقول لك انت ما تسب. انا سبيتك في محكمة هناك في نيابة امشي. انا لي في الجبل اكثر من سنة شغال دعوة هناك في الحلقة. لو اي زول سبينا طوالي مش عمل لنا شنو نيابة. ومشينا قبل كده القسم، واحد قدام رئيس القسم قال يا مولانا الزول ده بيسب الناس. مولانا العقيد قال لي اسمع، لو زول سباك تعال النيابة اعمل عريضة جيب لنا. الملازم قال لي والله الشيخ بدخل لك القسم، بدخل لك الحراسة. انت الان عندك دليل احنا قاعد نسب الناس؟ امشي النيابة، امشي اشتكي في النيابة، قول الزول والله سباني. النيابة تاخذ لي حقك. انت عارف السب كم؟ كم ما عارف نوريك. اقل قضية حقت سب ب3 مليار. 3 مليار. يعني انا ببيع الوراي والقدامي عشان اسدد لك. امشي اشتكيني. لكن انا لما اقول لك اعبد الله وفيك فلان اللي بتعبده مع الله، الكلام ده كمشيت النيابه ذاته ما بديك شنو؟ ما بديك حق. يقول لك يا زول انت منو؟ والله انا اسمي احمد حسن عبد الله. طيب الزول الذكر ده ما ابوك. لا ابوي. لا ما ابوك. جيب ما يثبت انه ابوك. يبقى القانون واضح والشريعه واضحه، ما في سب. فعشان كده عارف بارك الله فيك، نحن ما قاعد نسب زول، نحن قاعد نقول اعبد الله واترك اي زول من الناس مع الله. اي زول في الشرق ولا في الغرب ما تنادي مع الله. تعال اثبت هنا لو في زول يعبد مع الله ورينا. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ في يعبد مع الله؟ في أحد يستحق؟ الله خالق براو، في خالق معه؟ هل من خالق غير الله؟ ده ياهو السب عند الناس ديل، ده سب شن حقه أبوك، ده شن حقه، ده حق الله، وشال حق الله، نحن ما بنخليه. وانت لما تنادي غير الله سبيت الله. ونحن مهمتنا اليوم ننزه الله عز وجل عن المسبة. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وده قرآن انت ما تفهمه، ونحن بنشرح لك وبنبين لك زي ما ربنا أمر. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليه؟ لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نحن بنوريك وما عندنا مصلحة فيك، ترضى ولا تزعل، ده ما بخصنا. ربنا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فربنا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نحن الآن بندعوك أعبد الله براو، ما تعبد غيره. في ذا المعترض في غلط هنا، في عيب. في ناس عارفين الكلام ده حق لكن ما بيقدروا يناقشوا. ليه؟ لأنه ما عندهم حجة. ليه تمنعني؟ ما تجيب عالم من العلماء يرد علي. جيب عالم من علماء يرد علي. والله لو تعرفوا عني خطأ واحد تملوا المسجد ده علماء ودعاة يجوا يبينوا ويردوا، لكن انت عارف زولك ما عنده حجة، ما عنده حجة. عشان كده يقول لك ممنوع. ممنوع دي ما بتحلك، ممنوع ما بتحلك. والله ممنوع تورطك معانا ورطة. والله اللي بيعارض دعوة الله دي، ونحن والله كلام شايفينه بعيننا. والله أي زول يجي قدام الدعوة دي والله ربنا يقسم وينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، والدار يتحمل المسؤولية يتحملها. نحن الآن جينا الأسبوع ده، وزي ما قال أخونا قال مواضيعكم بتعقد، ما بتتعقد. الأسبوع الجاي برضه بنجي، بس طلبنا واحد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا الأسبوع الجاي بنجي. طلبنا واحد لا باللاويك، بس تعال قول أنا مسؤول في اللجنة وأنا بتحمل زي ما الله عز وجل ما تجي. والله تاني ما بيشوفني، والله لو دفعت لي قروش ما بجيك، ما بجيك. بس تعال حمل مسؤولية، شيلي من رقبتي يا أخ، أنا تعبت منها والله. أبقى زي الشحات محل ما أمشي يقول لك ممنوع الكلام. يا زول أنت الشحات ما قاعد تمنعه. في ناس بيقولوا شرك هنا، بيعلقوا صور مشايخهم هنا وبيتكلموا في الضلال والشرك، ما بتمنعهم. تمنعني أنا بقول الله براو، أنا بقول أعبد الله براو على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى عبادة الله على بصيرة على علم. أنا بديك حجج وبراهين وأديك أدلة واضحة، وما في ذول بيقدر يقاوم. ما بتقدر، ما بتقدر تقاوم. ليه؟ ما عندك حجة. على بصيرة أنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا ومن اتبعني. لو دار تكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أدعو إلى عبادة الله. ما دعيت إلى عبادة الله على علم انت ما من أتباعه. أنا بحبه، ما بتحبه. لو بتحبه أدعو إلى ما دعا إليه. إلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا إلى التوحيد. ليه طرد من مكة؟ مكة أفضل من الجبل، ومسجد مكة الحرام أفضل من مسجد الجبل الكبير. والرسول صلى الله عليه وسلم طرد من مكة. سمعت يقول لك يا أخي الزول ده طاردوني من كل المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم طرده من مسجد الحرام، ولا ما طرده؟ طرده ولا ما طرده؟ طرده. الله قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وقال جل وعلا: إذ أخرجك الذين كفروا. أخرجوه. ليه أخرجوه؟ قال لهم: فكوا اللات، فكوا العزة، فكوا منات، فكوا هبل، أعبدوا الله. ونحن الكلام ده ذاته قلنا السيد وبرضه ما دارين الناس. فكوا الجماعة دول كلهم أمسكوا في الله. الكلام ده عيبه شنو؟ لكن يا جماعة في وصايا الآن على العقول. الزول ده بيسب الناس، أثبت السب، أثبت. ما بتثبت، أثبت بتثبت. الزول ده ما يعني كلامه حار، جيب تلج عشان ندخل لك الكلام في التلج يطلع لك بهناك شنو؟ بارد. هذا حجة لك يا زول؟ الكلام اللي قال ده حق ولا باطل؟ حق تقبله غصبا عنك، غصبا عنك. والحق ما بيتبع الأهواء.
ربنا قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وده الفساد الحاصل، إنه الحق ده إنه يتبع الأهواء. فبارك الله فيكم، أنا ما عندنا غرض. الله يجزاك خير. كلامك كلام حق، كلام منطقي جدا جدا، لكن يا اخي الجرعه ثقيله علينا. ثقيله علينا، والان الدكاتره الدواء المرضى بيغلفوه في كبسول عشان نبلع. تمام. فيا اخي خفف لنا الجرعه شويه ودينا لها في كبسول. الله يجزاك خير. باش أبشر، طلب مقبول يا جماعة. هسه الجرعة دي احنا عملناها في كبسولة، عملناها في كبسولة دينا كلها، ما دينا كلها، ما فرتقناها. كم فرتقناها والله تعرف حاجة. اي نحن الآن دينا في كبسولة ما شاء الله، كبسولة مغلفة ومعاه كمان حبة باسطة، كمان دخلناك معاه حبة باسطة. استغفر الله. ما ده حسب اللغة يا أخي، حسب اللغة يا أخي. الزول ده زعل من كلامك، معلش سحبنا كلامنا خلاص، خلاص تمام، سحبنا كلامنا يا زول بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام. ها، في عنده سؤال تاني؟ في عنده سؤال تاني؟ أيوة. ها، في أي سؤال؟ ها يا جماعة خلوا بالكم، الصلاة فيها خلاف بين المذاهب، الصيام فيه خلاف بين المذاهب، الزكاة فيها خلاف بين المذاهب، الحج فيه خلاف بين المذاهب، التوحيد ما فيه خلاف بين المذاهب، ما في خلاف في التوحيد، بل التوحيد إجماع الرسل. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه أن اعبدوا الله، والثانية الناس ما دارينها، واجتنبوا الطاغوت. دي دعوة الرسل كلهم إجماع، يبقى ما في مسألة خلافية. صح، التوحيد بيفرق الناس، بيخلي الناس بيجاي موحدين وناس بيجاي مشركين، والناس ما دارين التفريق ده، لأنه التفريق ده بيترتب عليه أحكام بعد شوية. يبقى القضية ما في إنه التوحيد ماله بيفرق المسلمين، لا، التوحيد ما بيفرق المسلمين. التوحيد بيفرق الناس، بيخلي ناس مؤمنين موحدين وناس مشركين ومعاهم منافقين كلهم بيتلموا سوا. وديل بعدين لما الدعوة تتطور ربنا نزل القرآن إنه زي ديل يقاتلوهم. الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يكون شرك. والآن الناس دارين الشرك ينتشر ودارين الشرك يظهر، ولذلك يعطلوا على التوحيد ويفتحوا المجال لأهل الشرك عشان الشغلة تنتشر. بعدين يا جماعة الإجراءات دي كانت مع النظام الفات، الجابة مع النظام ده شنو؟ سؤال. أنا ذول عسكري يا جماعة، ما افتكر ذول مولانا ساي، أنا ذول عسكري ودفعت لها رتب كبيرة، ولو داير الدنيا كان مشيت ركبت رتبي وسكت وأكلت عيش زي ما يقولوا الجماعة، لكن احنا دارين الآخرة ما دارين الدنيا. الآن السؤال، الإجراءات دي كانت مع النظام الفات والنظام اتغير، ليه الإجراءات دي ما تغيرت؟ ده سؤال، ليه ما تغيرت؟ لأنه الشغل ده طالع من جهة شنو؟ من جهة من مصلحتها ضرب الإسلام والمسلمين. عشان ما تقول لي إجراءات يا أخي، أنت لجنة مسجد جزاك الله خير على خدمتك للمسجد وأي حاجة، لكن الكلام العلمي ده بيجيبوا له علماء بيجي يقعدوا يغيموا. الآن يا جماعة طالب الروضة يقول لك إلا زول درس ثانوي عشان يدرس الروضة بتاع الأساس، إلا زول درس جامعة عشان يغيم بتاع الأساس، بتاع الجامعة إلا يغيموا شنو؟ دكتور، مش كده؟ إلا دكتور يغيموا. يا أخي أنا الآن تأهيلي فوق للجامعة، جيب لي زول يأهلني يغيمني، تعال زول غيمني، مو تغيمني زول في السوق ساي كلامك ده ما بتغيمني أنت يا أخي، أنت ما عندك تغييم، أنت زول بيشتغل بهواك ساي. تعال جيب لي زول على مستوى، جيب لي لجنة علمية تقعد معاي تقول يا أخي عندنا معاك مباحثات في المسألة الأولى والثانية والثالثة، أنا جاهز تعالوا. لكن ممنوع دي كده ساي، ما بتنفع، وده ما ينصف، انت الكلام ما عجبك ما قدرت تسمعه امش وخذ راحتك، ما بزول بيجبرك، لكن تمنع بيت الله يذكر فيه اسم الله عز وجل، والله شيلتك. انا بكلمك ولسه انا بقول لكم ما محتاج انا ليش تفتح فيني بلاغ في الشرطه. الان فاتحين بلاغ في الشرطه ليش؟ شنو؟ انا مالي؟ حرامي، تزعه طويله، سبيت زول، اسيت لي زول، ظلم يا اخي، والله ظلم. والله انا الان لو ما داير مواضيع كان بلاغهم ده والله اطرشهم ليه، والله اعمل لهم بلاغات وادفعهم دم قلبهم، لكن ده
احتسبناه عند الله عز وجل. والله انا ما فاهم القانون، والله انا في القانون ده ابيعك واشتريك، والله استخش معاك المحاكم ابيعك قدام المحكمه. ما افتكر احنا ناس مغفلين ساي. والبلاغ ده عندنا له مضادات. هسه ممكن نفتح بلاغين وندفع الناس اللي فتحوا البلاغ ده، والله ده مقلبهم، والله ندفعهم كاش اقلها 5 مليار، لكن عارفين الجوديه بتقوم وتقع، وانتم مولانا وانتم ناس دعوه وباركوها باركناها، لكن بنقول لك ما محتاجين لبلاغ. الرساله وصلت للمسجد، قول لهم الشيخ ده قال ما محتاج لبلاغ ولا لاجراءات، بس واحد من اللجنه يجي قدام يقول يا اخي انا بتحمل مسؤوليه امام الله، والله يا ناس الجبل لو شدين المسجد الثاني دقوني بالنعال اضربوني، ما بجيك ولا بتعب نفسي معك، بلاقيك هناك بس ثاني خلاص الموضوع انتهى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. نعم. اي اول حاجه الاول التقييم ده يكون اعلى منك درجه عشان تقدر تحدد مكانتك العلميه انت. الحاجه الثانيه الاسلام صادق في كل زمان وفي كل مكان. النظام السابق ولا النظام الجاي ولا النظام اللي جاي لسه ما لنا به علاقه، لان الاسلام صادق في كل زمان وفي كل مكان. تمام ايوه، ما في مشكله. موضوع الحكمه دي ذاته اللي يجي يناقش فيه ونشوف الحكمه دي شنو، الحكمه دي شنو ذاتها. الحكمه دي اللين طوالي، الشده طوالي، الكلام الباطل طوالي، ده حكمه؟ لا اي شيء عنده وزنه يا جماعه. الكلمه في القران عندها معنى وعندها دلاله وعندها نصوص ثانيه بنلمها عليها، الموضوع ما مشكله يا جماعه. الناس يفتحوا الحوار العلمي والنقاش العلمي ده الكويس، لكن ممنوع دي شيئا والله ما مقبوله. اي ممنوع دي ما مقبوله، ونحن نوصل رساله للجنه نقول لهم ممنوع دي ما مقبوله منكم، تعالوا واجهونا قولوا يا جماعه نحن والله من مصلحه المسجد ده ما تجوا المسجد ونحن نتحمل زي الله عز وجل، نقول لكم اتحملوها وجزاكم الله خير. لو شفتونا صلينا معاكم ذاته اضربونا بالنعال، خلينا نجي نتكلم عندكم. فنحن منتظرين ناس اللجنه الاسبوع الجاي وحنجي ان شاء الله عز وجل. ايوه الاسبوع الجاي نجي نشوفهم اذا عندهم استعداد يتحملوها ولا تعب، ولا بنتعب معهم والله، لا بزول بشاكلهم ولا بنحتاج نمشي معهم لقدام، بس من هنا اقول لهم جزاكم الله خير، اتحملوها في رقبتكم ونتلاقى هناك عند الله عز وجل. هذا والله اعلم، وصلي اللهم وبارك محمد وآله وصحبه.